السلام عليكم وأهلا وسهلا فيكم بقناتي قناة وصفة مجربة ومضمونة. سلطة البرغل بالخضروات هي وصفتنا لليوم. بتمنى تجربوها، كثير طيبة ومغذية، وبتمنى منكم دعم قناتي والاشتراك فيها وتفعيل الجرس ليصلكم كل جديد. كل المقادير راح تجدوها على الشاشة وفي صندوق الوصف. كمية الزيت موجودة في المقادير 3/4 كوب. راح آخذ منهم ربع كوب وأضعه في طنجرة على النار، وبعدين راح أضيف لهم حبتين بصل مقطع قطع صغيرة. حجم البصل كان تقريبا متوسط الحجم. راح أقلبهم باستمرار حتى يصير عندي لون البصل شفاف، وبعدين أضيف فوقي 3 ملاعق كبيرة معجون بندورة وملعقة كبيرة ملح. راح أخلطهم مع بعض من دقيقة إلى دقيقتين، وبعدين راح أضيف 3 أكواب برغل خشن. البرغل فقط غسلته على السريع بدون ما أنقعه. نرجع نخلطهم مع بعض وأضيف فوقهم 6 أكواب ماء مغلي. أطبخهم على نار أقل من المتوسطة حتى يصير ارتفاع السوائل بارتفاع سطح البرغل، وبعدين راح أهدي النار شمعة حتى يمتص البرغل كل السوائل وينضج. هون البرغل نضج معايا، حركتهم بالملعقة وراح أتركهم حتى تصير حرارتهم بحرارة الغرفة، وبعدين راح أفرغهم بوعاء عميق وأضيف فوقهم 3 ملاعق كبيرة دبس رمان، باقي كمية زيت الزيتون اللي هي نص كوب، عصير ليمونة ونصف، ملعقة كبيرة بابريكا، ملعقة صغيرة كمون، ملعقة صغيرة ملح، وملعقة كبيرة دبس فليفلة. راح أخلطهم مع بعض وبعدين أضيف فوقهم الخضروات. عندي 6 حبات بندورة متوسطة الحجم، ضمة بقدونس ونصف مقطعة قطع صغيرة، و4 أعواد بصل أخضر. نرجع نخلط كل هالمقادير مع بعض، وهاي السلطة بتطلع أطيب لما تكون حرارة البرغل دافئة. وآخر ملاحظة راح أحكيها إنه كمية السلطة هاي بتكفي ل10 حصص. بتمنى منكم تجربوها، عن جد إنها كثير طيبة، وبتمنى منكم دعم قناتي، وشكرا لكم.